السيول تجرف في طريقها كل شيء، الأتربة والأشجار والحجارة. حقيقة عاشها سكان دواوير تملقيت وقريحة بكتامة. غمرت المياه بعض المنازل وخلفت هلعا لدى سكانها، فيما اتخذت الحجارة الكبيرة مكانا وسط طرقات دورهم السكنية. أمر الله كل شيء لله، ما يفلتنا احنا هذا الخير تبارك الله. خصهم يسووا الخنادق ما بقى فيها مساق، كل شيء خندق صغيرة ما بقى فيهاش الماء. نظرا للغابة اللي ضربت الفوق، السيل اللي كيهبط من تما بزاف، مع الفيضانات كانت كبيرة، والبارح فما بين 7 الصباح وما بين 6 و7 وقع واحد الفيضان كبير. كنطلع انا كنشوف من الدار داك الشيء كيخلع. الاعتداء على الغابة في قمة الجبل وقطع أشجارها سبب رئيس في وقوع هذه الحوادث، حيث تنجرف التربة غير المتماسكة فتهوي إلى سفح الجبل إلى الدور السكنية، فتكبد السكان خسائر مادية كحال قاطني هذا المنزل الذين فقدوا أمتعتهم فبحثوا عن المأوى عند جيرانهم. المعن ديالنا مشاو، الاتات ديال الدار كلشي مشى، الفراش مشى، دابا بايتين عند الناس، ما عندناش حتى فين نجلسوا، ما عندناش حتى فين نعسوا، ما عندناش حتى فين نسكنوا. دابا كلشي مشى لنا، كلشي ما بقى لنا حتى شي حاجه، كلشي مشى لنا، غير الناس ديال الحومه هما اللي معاونينا. السبب كلشي الغابه، فوق الديار ديالنا كيضربوا لنا الغابه، حنا مهدين اي مساله مهدين. الدراري عندنا برا وكل شيء برا، ماشي العام الاولي ماشي الثاني ماشي الثالث، حين نشكيو. بالإضافة إلى هشاشة البنية التحتية ببعض المحاور الطرقية، فسلسلة جبال الريف يصنفها الجيولوجيون بالجبال التي لا تزال في طور التكوين، لذلك يتسبب انجراف التربة في قطع عدد من الطرقات القروية، حيث يستلزم الأمر تدخل الآليات لفتحها، كحال الطريق التي تربط كتامة بعدد من الدواوير، وكذلك الطريق الوطني رقم 8 الرابط بين ترديس وبن بنصار. أشد مخاوف ساكنة هذه المناطق هو انجراف التربة. أسباب هذا الانجراف عائد إلى سببين، أحدهما بشري والآخر طبيعي. أما العامل البشري فيتمثل في انحسار الغابات بسبب قطع الأشجار، أما العامل الطبيعي فيتمثل في هشاشة هذه الجبال حديثة التكوين.